السلام عليكم، حياكم الله متابعين القناة. اليوم من قطر لتغطية جي سي سي بايك شو. أتمنى تعجبكم التغطية. مكان جدا جميل ما شاء الله تبارك الله. محظوظين أخواننا في قطر بالمكان هذا الجميل، في الجو الجميل هذا. يومين من التغطية، يومين جميلة قضيتها. أتمنى أني أشوفكم مرة ثانية في المعرض. المعرض هذا سنوي. أشوفكم في معرض جدة كمان في مارش بإذن واحد أحد. هنبدأ بكي تي ام وموتو جوزي ودوكاتي وترايم. طبعا النمساوية كي تي ام عندهم السوبر ديوك 1290، وفي عندهم الجميل هذا 390 سي سي ار سي 390، قيمته 20,000 ريال حاليا في المعرض. ضباب جدا جميل. طبعا كي تي ام عندهم السوبر ديوك برضه النيكد بايك زي اللي واضح امامنا. ضباباتهم جميله وتصاميمها حلوه. طبعا اهم شيء عند كي تي ام الدرجات الديرت سبايك زي اللي امامنا. عندهم بطولات مره كثيره مع ريد بول، فريق متميز جدا. ما ننسى موتو جوزي، شركة إيطالية قديمة. عندهم الدبابة البور كروزر هذا جميل جدا. ترايمف برضو موجودة، الشركة البريطانية العريقة. عندها دبابات سبورت، عندها كروزر، عندها ستريت او النيكد بايكس، وعندها طبعا ادفنشر بايكس. دوكاتي غنية عن التعريف، بنغالي والمونستر ديافل او المونستر. طبعا هوندا موجودة، سي بي ار، جولد وينج، هوندا فيوري. ان شاء الله حيكون لنا تغطية خاصة لهوندا فيوري. دباب جميل، اخذ ستايل الشوبر اللي هو الدركسون الطويل هذا. فالكرين 6 سلندر ان لاين. طبعا الهوندا جولد وينج الدبابات المعروفه والمشهوره اللي راح نغطيها باذن واحد احد في يوم من الايام. طبعا هذا الدباب 6 سلندر، يعتبر فئه التورر او الرحال. طبعا الدبابات دي اشبه بالسياره، فيها جميع المواصفات. طبعا الهوندا شادو موجود. طبعا معرض جميل زي ده ما يخلو من السيارات الحلوه. لاحظ في سيارات جديده، في سيارات كلاسيكيه، في بورش كلاب، جروب بورش، في حبايبنا من السعوديه جو ثندر بيرد السياره الجميله. طبعا مو بس كده، بايكرز نتورك في. طبعا هذا مكان التسجيل دخول المعرض. معنا بعض المعارض والشركات المشتركة. لا ننسى دباب الدريفت، دباب مهم جدا. في سيارات كلاسيكية في كل مكان. جاكور اكس جي
جميلة 12 سلندر. السلام عليكم. طبعا كوازاكي برضو موجودة بالبوث هذا. جايب لنا ال H2. سبق اني غطيت ال H2 قبل كده في القناة، اتمنى تروحوا تتابعوها تشوفوها. كوازاكي شركة كبيرة عندها جميع انواع الدراجات النارية، UTVs ATVs او كواد بايكس. طبعا منافس الهيبوزا الاول ZX14 1400 سي سي، وطبعا ولاد النينجا ولا سلسلة النينجا ZX10 ZX6 ZX6R، والشهير كوازاكي اللي هو Z1000 الفيروس. طبعا كوازاكي برضه داخل المنافسة مع الياماها والهوندا بال Z450 او 450R. كواد ريسر او الكواد ريسنج بايت، اكيد بولاريس موجوده، RZR 1000. طبعا بيلا فيتا شركه امريكيه، لاحظ عندهم سكوترات شبيه شكلها من الفيسبا. كمان عندهم UTV درجات نارية مخصصة لتوصيل الطلبات. وطبعا اكيد معرض درجات نارية ما يخلو من وجود هارلي ديفيدسون. زي ما نلاحظ حاطين دبابة على ستاند للتدريب على القيادة لغير البايكرز. طبعا الرود جلايد. طبعا اركتيك كات شركة أمريكية جديدة بتحاول تنافس كانام وبولاريس في سيارات الUTV. نفس الشيء عندها كواد بايكس. هذه دبابات المشاركين في المعرض، كاستم بايكس. دبابات الفايزين في الشو امس، لاحظ الجائزة امامهم. هذه كانت تغطيتنا لمعرض GCC بايك اند كار شو. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة، عمل لايك وشير سبسكرايب. يعطيكم العافية، شكرا.